هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا خدكم معانا في رحلتنا للريتريت بتاع الغردقه. السنه دي رحنا الغردقه، السنه اللي فاتت كنا في دهب. شاهدنا الشروق طبعا واحنا ماشيين في رحله، وانتوا عارفين طريق الغردقه جميل قد ايه ولطيف. ده كان اول يوم بعد ما وصلنا، عملنا سيشن هيلينج للمشاعر. بدأنا نفرغ مشاعرنا ونكتب المشاعر، اكتر 3 مشاعر مسيطرة علينا من حزن او غضب، اي مشاعر سلبية بدأنا نكتبها ونفرغها. وبدأ يحصل حتى كمان شيرنج بين البنات وبعضهم، وده بيبقى من ألطف الفقرات اللي بتبقى موجودة في الريتريت. انا بساعدهم ان هم يعملوها، ان هم يبدأوا يتكلموا مع بعض عشان يحصل بينهم وبين بعض رابور، يحصل ألفة، ويبتدوا يرتبطوا ببعض اكتر. ودي اجمل حاجة في الكوميونتي بتاعنا. ده تاني يوم بقى كنا خلاص رايحين البحر. دي فقرة الدلع في البحر شوية، قعدنا نتدلع كده ونرقص، وزي ما انتم شايفين الحب اللي كان بينا والتواصل والقرب كان قد ايه. بعد كده عملنا في البحر مديتيشن، وكانت جلسة خطيرة جدا، خدنا فيها نص ساعة. بعد كده طلعنا على الاكوا بارك، قعدنا نلعب ونتنطط زي الاطفال علشان نشبع الطفل الداخلي بتاعنا وندلعه شوية. كانت فقرة جميلة قوي وكلهم اتبسطوا فيها بصراحة. دي انا بقى وانا مش عارفة انزل. بعد كده طلعنا غيرنا ورحنا المارينا عشان هنطلع دلوقتي نركب الباراشوت. ده اللانش الصغير، ركبناه علشان نروح يوصلنا للمركب اللي تاخدنا بقى ونطلع نعمل يعني الباراشوت فيها وكده. زي ما انتم شايفين مبسوطين قد ايه، وكانت رحلة جميلة قوي بصراحة. وهم كانوا راجعين منها مبسوطين قوي الحمد لله. زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى ركبنا المركب خلاص، طلعوا بقى يركبوا الباراشوت. كانت تجربة حلوة قوي واتبسطوا جدا منها. دي انا كنت خايفة شوية، بس يعني التجربة كانت اكبر بكتير واجمل بكتير من توقعاتي بصراحة. ودايما لما اروح الغردقة او اي ريتريت بعد كده هشجع ان احنا نعمل اكتيفيتيز شبيهة بدي. الصوت فوق كان سكون سكون بس، وانا بحب السكون قوي. الجو كان رائع بصراحة، والاجواء كانت جميلة جدا بجد حقيقي، وكانوا مبسوطين قوي. دي كانت اجمل حاجة في ريتريت. قعدنا بقى خدنا شوية صور زي ما انتم شايفين كده، كنا قاعدين في المارينا. المارينا برضو جميلة زي ما انتم شايفين، كانوا مبسوطين قوي الحمد لله. حتى الاطفال جودي وكمال كانوا مبسوطين قوي معانا. تجربة جميلة. ده خلاص بقى روحنا المارينا اهي، واحنا مروحين بالليل بقى بدأنا نلبس أبيض فابيض عشان كان عندنا حاجتين. أول حاجة حفلة، وهي حفلة عيد ميلاد لأعضاء الكوميونتي الأساسيين هايدي ودعاء. أنا بحب قوي أشارك معاهم دايما حاجات تبسطهم وتفرحهم، وبحب دايما اعمل لهم حاجات بره عن الكوتشنج وبره عن الهيلينج، حاجات تبسطهم، زي مثلا ان احنا نعمل احتفال عيد ميلاد بينا وبين بعض خاص بيهم. ده دعاء بقى هي وهي بتطفي الشمع، هي وهايدي، وبيتخانقوا مع الشمع. ده اللي يتوسط بالشمع شويه. بس كده، وبدأوا بقى زي ما انتم شايفين كده عمالين يحضنوا في بعض ويعني يشير الحب بينهم وبين بعض. كنا لازقين استراس على وشنا عشان على اساس ان احنا عندنا يعني زي بارتي كده بسيط. طبعا هايدي ودعاء ما كانوش يعرفوا اي حاجه، احنا فاجئناهم يعني، قعدناهم كده في مكان في الفندق وبدأنا احنا نجهز كل حاجه. احلى حاجه هي في الكوميونتي هي طاقه الحب اللي بيننا وبين بعض، هي ان كله بيدعم بعضه، كله بيحب بعضه. دي احلى حاجه. شويه صور بقى لزوم الاحتفال البسيط. بعد كده طلعنا عشان نعمل مديتيشن على البحر. المديتيشن ده كان العنوان بتاعه هي ورشة الاستغفار. قعدنا فيها بدأنا نشوف ايه بعض الحاجات اللي احنا اوريدي عملنا فيها ذنوب وحاجات ونستغفر ربنا. قعدنا فيها ساعة ونص، وكانت اجواء رهيبة، والبحر كان في حالة سكون، مكانش في حد غيره. ده تالت يوم. رايحين بقى المارينا تاني عشان نقضي اليوم كله في اليخت في البحر، ونعمل اكتيفيتيز كتير قوي. كان من ضمن اليونيفورم بتاع اليوم ده ان احنا كلنا نلبس ازرق وابيض مع بعض. زي ما انتم شايفين هتلاقوا كلهم حاطين التاتش بتاع الازرق او الابيض، يعني يا اما جينز يا اما ابيض. زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى وصلنا المارينا اهو، قربنا بقى من اليخت خلاص. المارينا من جوه اليخت اهو خلاص. وكان جميل برضو جدا. قعدوا بقى واستقروا عشان عندنا اكتيفيتيز كتير قوي اليوم ده. وده اليوم بقى اللي فعلا بجد يعني فعلا بيبقى فيه اكتيفيتيز كتير قوي. قعدنا نتصور شويه عشان كان لسه اليخت ما طلعش، وهنا انا كنت بعمل تنفس كده. دي جودي وهي مبسوطه، شعرها جميل قوي. البحر كان خطير والفايبس بتاعته فظيعه، والغردقه اصلا الفايبس بتاعتها حلوه قوي.
لبسنا بقى المايوهات علشان نجهز للاكتيفيتيز بتاعتنا. شوفوا البحر جميل ازاي. جودي قعدت انا وجودي نلعب شويه على بال ما نبدا بقى الاكتيفيتيز بتاعتنا، ودي شويه صور وفيديوهات كده لطيفه خاصه. دي ساره. الجو كمان كان جميل قوي. لبسنا بقى اللايف جاكيت وبدأنا ننزل المكان ده، المكان اللي هنعمل فيه سنوركلينج. نزلنا عملنا سنوركلينج، شوية صور كده بسيطة لينا. وبعد كده ركبنا مركب تانية علشان تودينا جزيرة. دي المركب. نزلنا بقى من اليخت وركبنا مركب تانية، عمالين نتحرك في البحر. دي الجزيرة بقى كانت حاجة كده وهم بجد، وكانت أغلب اللي فيها أجانب. كانت تحفة، هادية جدا حقيقي. انا مش عارفة ازاي مش بيستغلوها. هادية جدا، طاقتها جميلة في المديتيشن. البحر فيها روعة، المية خطيرة. عملنا برضو بعض الاكتيفيتيز في البحر، بس كانت مرتبطة شوية بالهيلينج، زي ان احنا نعمل تجزر ونعمل تنفس. دي خلاص بقى واحنا مروحين شايفين قد ايه هما مبسوطين وفرحانين وحاسين ان احنا عيلة يعني، محدش حاسس ان التاني غريب عنه. ودي خلاص كنا وصلنا بقى المارينا. كانت الساعة وقتها 6:30 كده او 7. كانت الاجواء جميلة قوي. اخر صورة زي ما انتم شايفين بقى، ده بالليل. الفندق كان هادي قوي وجميل، ودي اكتر حاجة بحبها في اختياراتنا الريتريت. ده اخر يوم احنا كنا مروحين فيه. كنت انا قاعدة على البحر، عملت مديتيشن وقعدت اتفرج على الشروق ومنظر البحر ساعة الشروق. كان جميل قوي والفايبس كانت فظيعة. هما بقى اما صحهم رحنا فطرنا كلنا مع بعض في الفندق، وبعد كده نزلنا البحر شوية مع بعض، وحتى كمان قعدنا في الاكوا بارك. دي بقى كانت عملنا شيك اوت من الفندق، وهنا هم حتى هيشاركوكم بعض الفيدباكس بتاعتهم. وفي اخر الفيديو في فيدباك كاملة وهم في اليخت. كانت تجربة جديدة وانا اول مرة اطلع يعني لوحدي، كانت اتبسطت جدا جدا الحمد لله. كمان اتبسطت قد ايه قوي. جودي اتبسطتي؟ ايوه طبعا. قد ايه؟ 100%. اوكي. هايدي اتبسطت جدا 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 دعاء جدا جدا جدا. اتبسطت جدا يا حبيبتي، على طول مع بعض ان شاء يا الله. رب ان شاء الله. اتبسطت قوي 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 كمان قوي. يلا اعملوا باي باي بقى. يا هايدي، بما انك بتطلعي معايا رحلات على طول، عايزه اعرف ايه رايك في الريتريت؟ بصراحة أنا ببقى مبسوطة جدا في الريتريت، أو أكتر حاجة بتبسطني إن أنا برجع خلاص فصلت فاصلة كده محترمة تخليني أقدر إن أنا أكمل في هذه الحياة الجميلة بعد كده وأنا أواجه المشاكل بكل أريحية. فلا بجد برجع حاسة إن عملت الفس خلاص، البالونة فست وارتحت نفسيا جدا. اوكي، يعني هتكرري معانا التجربة دي تاني؟ أنا دي أصلا كده تاني مرة ليا، وأكيد كل سنة إن شاء الله هكرر. ان شاء الله. شكرا يا عيدي. يا ساره، بما انك دي اول تجربه ليكي معايا في ان انت تطلعي معايا ريتريت، حابه اعرف فيدباك في ثالث يوم. بصي، هو انا مبسوطه جدا بالتجربه كتوتال. كان عندي شويه مخاوف اول ما جيت، بس هي اوريدي كلها اتكسرت من اول ما شفتكم واحنا في الباص بعد ما وصلنا على طول وكده. بعد اول سيشن وتاني سيشن حاسه بفرق كبير جدا، وحاسه الموضوع فرق معايا، والجروب كمان الناس اللي معاكي بصراحه كلهم كويسين، واعتقد ده ليه علاقه بالفايبس بتاعتك انت شخصيا في اختيارك للناس. فاعتقد مش هتبقى اخر مره اجرب معاكي سفر في اي حاجه. شكرا يا ساره، ميرسي جدا. يا كمال، بما انك دي تاني مره تطلع معانا ريتريت، رايك في ايه؟ رحله حلو قوي. اتبسطت؟ ايه اكتر حاجه كانت بسطك في الرحله؟ الباراشوت عجبك قوي؟ يا دعاء، بما انك دي تاني تجربه ليكي معايا في الريتريت، فحابه اعرف رايك ايه؟ انا في كل مره بستمتع على المستوى الروحي والمستوى النفسي، وكمان على المستوى الروحي وعلى المستوى النفسي، وبحس ان انا فعلا عملت ديتوكس على مستوى المشاعر وعلى مستوى الطاقه وعلى مستوى الروح والمناظر الطبيعيه والكوميونتي كله حلو وجميل. انا مستمتعه واكيد هنجرب. يا رب دايما. شكرا يا دعاء، ميرسي. قولي لي، وامبارح لما قعدنا على البحر وعملنا ورشه الاستغفار كانت حلوه؟ كانت جميلة قوي. عجبتك؟ كنت هنام. واول يوم لما عملنا السيشن ما كنا بنتكلم على المشاعر كانت حلوه؟ ايوه. والمديتيشن بتاع البحر تحفة. ما كنتش عايزة اطلع اصلا، بس عشان كانت الاكوا بارك هتقفل. اوكي. وما دخلنا الاكوا بارك كانت جميلة قوي بجد. يعني انتي الرحله كلها بالنسبه لك كانت حلوه بالنسبه لك؟
ممتعة جدا. هتطلعي معانا السنة الجاية؟ كل سنة طالعة كل سنة. كل سنة كل سنة. مفيش سنة معينة. اوكي يا جودي، شكرا يا جودي. يا جيهان، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بما انك دي أول مرة تطلعي معانا فيها ريتريت، فحابة أعرف رأيك في الريتريت ايه؟ انا اتبسطت بصراحه وناويه ان انا اكررها يعني كذا مره، واتبسطت بالذات امبارح قوي واحنا في البحر مع بعض. واليوم كله كان امبارح حلو قوي، حصل فيه كام حاجه كانوا حلوين، ولما ركبنا الباراشوت سوا وكده. والمديتيشن اللي كان في البحر ايه رأيك فيه؟ ده كان اكتر حاجه يعني كانت تحفه، انا ارتحت بعده جدا. بجد؟ بجد. لله. لو قررنا التجربة دي هتكوني معانا إن شاء الله؟ باذن الله. إن شاء الله. شكرا يا جيهان. يا داليا، بما إنك دي أول مرة تطلعي معايا ريتريت، إيه رأيك في التجربة دي في ثالث يوم؟ اتبسطت جدا بجد؟ بجد. إيه أكتر حاجة بسطتك؟ كل حاجه، ورشه الاستغفار والسيشن بتاع المديتيشن بتاع البحر وباراشوت طبعا، أوكي. اكوا بارك، حلو قوي. اليخت طبعا. أوكي. بقالي كتير ما اتبسطتش كده بجد؟ بجد. يعني لو قررنا التجربة دي هتكوني معانا إن شاء الله؟ ان شاء الله. شكرا يا ودي كانت رحلتنا واحنا دلوقتي مروحين. ما تنسوش تسألوا على الريتريت اللي هيبقى في اجازة نص السنة ان شاء الله في سيوة.